السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتني جدا جدا. قبل ما نخش في الفيديو، لايك وشير واشتراك في القناة. وتعالي شوف انا جايبه لكم ايه. انا عاملة العصيدة من اكلات زمان جدا. انا افتكر الاكلة دي كانت بتعملها لنا جدتي زمان. ولما تدوري على اصول الاكلة فهي اصولها ايطالية، ومشهورة جدا في الدول العربية، اليمن والسعودية وليبيا. مشهورة جدا الاكلة دي بره، وبتتعمل في المناسبات الاجتماعية. من الاكلات البسيطة السهلة الخفيفة، ما فيهاش اي دهون، ما بتأثرش خالص. من الأكلات الخفيفة السهلة، هتعجبك جدا. مكوناتها بسيطة خالص خالص، مفيش أي مكونات. ومن الأكلات الجميلة. تعالوا نشوف العصيدة عملناها ازاي. بصوا، حاجة بسيطة جدا سهلة خفيفة، من الحاجات الجميلة جدا. تعالوا نشوف احنا عملناها ازاي. أول حاجة، أهم حاجة، المعيار بتاعك هيكون كوب مج. المج ده معيار ثابت معايا في كل حاجة. هنجيب كوبايتين من الدقيق، تمام، وهنحط عليهم كوبايتين من المية ورشة من الملح. وهنبدأ نخلط الخليط ده كويس جدا، بحيث ان يديني قوام متجانس زي قوام البشاميل، لا هو تقيل ولا هو خفيف. كده تمام. دي كده المكونات اللي قدامنا في البولة: كوبايتين من الدقيق، كوبايتين من المية مية باردة، مية عادية، كوبايتين دقيق، كوبايتين من المية، رشة من الملح. نبدأ نخلطهم ببعض كويس، يديني قوام متجانس زي قوام البشاميل، لا هو تقيل ولا هو خفيف. انا قلت لكم الاكله دي اصولها ايطاليه، يعني اكله معروفه من زمان جدا جدا، ومشهوره جدا. من الاكلات الخفيفه جميله، بس مش كتير بنعرفها. يعني انا افتكرها ان كانت بتعملها لنا جدتي، وانا حاليا بعملها. تمام، زي ما شفنا كده. هنيجي على حله ونحط فيها 3 كوبايات ميه مغليه، او 3 كوبايات ميه يغلوا قدامنا. يبقى احنا كده كل المكونات هي الخمس كوبايات ميه وكوبايتين الدقيق. شوف الكميه دي تعمل لنا قد ايه. الميه مجرد ما هتغلي، هنبدا ننزل عليها بالخليط بتاع العصيده اللي احنا عملناه في الطبق. اول ما ننزل بالخليط، ايدينا بالمضرب هتفضل شغاله، نقلب فيها كويس جدا بحيث انها تستوي وما تكتلش مننا، او انها تنشف من تحت وما تستويش من فوق. طول ما هي على النار ايدك فيها شغاله، عشان تتاكدي ان العجينه بتاعتنا او العصيده بتاعتنا استوت. الدقيق بيبدا يغمق، بتبدا تتقل تحت ايدك، بتبدا تعمل زي تكتلات بسيطه جدا. م- كده هي بدات تستوي. كده العصيده بتاعتنا بدات تستوي، الدقيق غمق قدامنا، بدات تتقل معانا، عملت لي قوام اشبه بالتكتلات. بنبدا نفضيها في الاطباق بتاعتنا. طبعا ما تقدري تشكليها بس لو بردت، يعني ما تبردش قوي وهي بارده خفيف. تحطها في اطباق وتقلبيها براحتك. دي بقى بنبدا نفضيها في الاطباق، وننزل عليها بالعسل او السكر زي ما تحبي. بس احنا بنحط عسل افيد عشان نستفاد بالحديد اللي في العسل، وبيديها طعم كويس جدا. العصيدة من الأكلات الجميلة جدا الخفيفة اللي مفيهاش أي دهون. لو عجبك الفيديو، لايك وشير واشتراك في القناة. وشكرا حبايبي على متابعتكم ليا.